لو كنتم زيي بتحبوا تاكلوا الحلويات الباردة في فصل الصيف اللي طالعة من التلاجة ترطب على القلب وبتكون ساقعة وجميلة، يبقى أكيد هتعجبكم وصفتنا النهاردة لرز بلبن اللي معمول من غير لا نشا ولا كريم شانتيه، ومعمول بس باللبن، وبيكون كريمي جدا وطعمه حلو قوي ومغذي لحد اللي ما بيحبش يشرب اللبن. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى اشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. أنا عندي كيلو من اللبن الجاموسي غليته وحطيته في التلاجة لمدة 3 أيام عشان يتكون لي القشطة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي. هبدأ أنشل القشطة من وش اللبن وهخليها على جنب لأني هستخدمها. هبدأ أحط في حلة 1.5 كوباية من الرز المصري وهغسله غسلة خفيفة قوي، وبعدين أضيف عليه مية تغطيه بشكل جامد، يعني أضيف عليه مية تغطيه كفاية قوي، وبعدين أرفعه على النار. زي ما حضراتكم شايفين أنا احتفظت بكل النشا اللي موجود في الرز، وبتبقى ميته بيضة كده اهوت لأني ما غسلتهوش جامد. وهبدأ أقلبه على النار علشان ما يلزقش في القعر لحد ما يستوي ويتهري بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بدون ما يفقد قوامه. هضيف عليه 1.25 كوباية من السكر، نفس الكوباية اللي استخدمتها للرز، وبعدين أضيف عليهم 3 كوبايات من اللبن الحليب اللي أنا شلت قشطته، وهكمل المقدار على النار. الأول الرز هيبقى راسي تحت، وبعدين لما يبتدي يعني النشا بتاع الرز يجمد الرز بلبن بتاعنا، هتلاقوا حبات الرز بقت متعلقة في النص. هنفضل نقلب ومبطلش تقليب علشان ما يلزقش في القعر. لما يوصل للمرحلة دي هضيف كمية القشطة اللي أنا خدتها من على وش كيلو اللبن وأقلبها حلو قوي لحد ما القشطة تختلط تماما، وأسيبه لحد ما يعمل فقاعات بالشكل ده ومبطلش تقليب عشان ما يلزقش في القعر. ولما يوصل المرحلة دي هضيف عليه زبيب، مامتي كانت بتحط له زبيب فأنا بحب يكون فيه زبيب جوه، وهقلبهم وبيكون قوامه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ولما يوصل انه يغطي ظهر المعلقة بالمنظر ده يبقى كده الرز بلبن بتاعي بقى تمام. هبدأ اغرفه في الأطباق بتاعتي، وهبدأ أزين وشه بأي حاجة موجودة عندي. أنا كان عندي زبيب وشوية جوز هند، ممكن بمكسرات، ممكن بنش عليه شوية قرفة، كله بيطلع طعمه حلو فيه. أنا حطيت شوية زبيب وحطيت شوية جوز هند ودخلته التلاجة لحد ما سقع وجمد وطلع بالشكل الجميل الرائع ده. انا مش قادره اقول لكم هو قد ايه تحفه، قد ايه سكره مظبوط، قد ايه طعمه حلو، قد ايه كريمي جدا. القشطه بتخليه كريمي جدا، مش محتاجه احط كريم شانتيه ولا اي حاجه. طعمه حلو قوي قوي ومغذي جدا للاطفال اللي ما بتحبش تشرب اللبن، فهيكون ده مفيد جدا بالنسبه لهم وهيحبوه قوي. يعني مش عارفه اقول لكم قد ايه حلو قوي. ممكن نحط عليه ايس كريم زي ما نحب يعني، لكن هو لوحده كده حلو قوي مهما قعد في التلاجة وشه مش بيشقق. اتمنى لو عجبتكم وصفة الرز بلبن بدون نشا وبدون كريم شانتيه انكم تنفذوها، وانه مفيد جدا وطعمه حلو قوي، وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات. وبالهنا.